السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا طبعا حابة اطلب من كل اخواتي طلب كده، تدعوا لابن عمي ربنا يرحمه برحمته الواسعة، توفاه الله اليوم، إن لله وإنا إليه راجعون، بعد صراع مع المرض. ربنا يصبر اهله جميعا يا رب، وان شاء الله في الجنة، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. اول حاجه كده هنبدا الفيديو بسم الله. معايا هنا بصله مبشوره وطماطميه مبشوره، وعليهم بقى التوابل: فلفل اسود وكمون وكزبره وملح وبابريكا ومعلقه توم مهروسه. هنقلب الكلام ده كله. معايا هنا 3 فراخ صغيرين كده، يعني هما كان حجمهم صغير، ما كانوش بيكبروا، يعني تربيه بيتي من تبلتهم كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. عاوزه اقول لكم ان انا عامله الفطار ده امبارح، قعدنا ناكل فيه امبارح والنهارده، يعني بالهنا والشفا. فتبلت كده الفراخ دي كده، ودخلت التتبيله في تحت الجلد، وتبلتها من جوه ومن بره. معايا هنا بقى ميه في الحله بتغلي. على ما تبلت التتبيله، ممكن تتبلي التتبيله دي من بالليل. طبعا الفراخ معايا مغسوله كويس جدا، سبتها كده منقوعه في محلول النقع بتاعنا اللي احنا متعودين معاه مع بعض نص ساعة. حطي بقى معلقة سكر على معلقة ملح وليمونة، ولو عندك معلقة طحين حطي معلقة طحينة، بتخليها حلو قوي، بتشيل اي زفرة في الفراخ. اخواتي وحبايبي، ما تبخلوش عليا باللايك، حطوا لي لايك في الفيديو عشان عدد من الناس تشوف الفيديو. هنا معايا ميه، اول ما الميه غلت نزلت بقى ايه كده بالورق لورا وكام عود من القرنفل وجزرايه وطماطمايه وبصلايه، ونزلت بقى بالفراخ. هنا معايا ميه مغليه. هنا بقى ايه، كنت نقع الفاصوليا البيضه دي، سبتها كده نقع قيمه ساعتين 3 في الميه، وبعد كده شطفتها كويس وحطها في ميه مغليه، سيبها تتسلق بقى. انتوا عارفين تتسلق سليق كامل، بس اهم حاجه اول ما تغلي هدي عليها النار عشان ما تبهدلش ليك البوتاجاز زي ما عملت معايا. هنا بقى نزلت بمعلقتين زيت او معلقه سمنه، المتوفر والمتاح عندك اعملي بيه. نزلت ببصلايه كبيره كده، بخرطها تخريطه صغيره على ايديا، مش مستاهله كبه يعني، ومعلقه توم كبيره، وقلبتهم كده لحد ما اخدت اللون. ونزلت عليهم بقى ايه بمعلقه صلصه كبيره او معجون طماطم، بردك المتوفر والمتاح عندك اعملي بيه. قلبتها تقليبه واحده، ونزلت عليها ايه بالطماطم الفريش. معايا بقى التوابل: معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، معلقه بابريكا، ومكعب من المرقه. سبتها كده لما تتسبك، نزلت عليها بالفاصوليا. طبعا الفاصوليا اتسلقت معايا وشطفتها كويس جدا، صفيتها من الميه اللي عليها وشطفتها كويس، سبتها في المصفى كده ونزلت بقى عليه. هنسيبها كده تغلي غلوتين، وبعد كده هنزودها بقى، حابه تزودها ميه تزودها شوربه براحتك. هنا عملت بقى ايه لسان عصفور كده شويه، حمرت لسان عصفور وزودتها الشوربه. في ناس بتحب تزود الخضار بالشوربه، تسقيه بالشوربه، وفي ناس بتحب تزود. انا عن نفسي بزود ميه، محبش ازودها بالشوربه عشان بحسها بتجرب الطبيخ او بتخليه لونه مش حلو يعني. هنا طلعت الفراخ بقى وحطيتها في صينيه كده، وحطيتها في الفرن عشان تاخد ايه، بدل ما احمرها في زيت وتشرب مني زيت كتير، حطيتها في الفرن بس كده ايه، دهنت وشها بمعلقه سمنه وحطيتها في الفرن وسبتها. هنا هنعمل الرز بقى. معايا هنا معلقتين سمنه على معلقتين زيت، ونزلت عليهم بكوبايه من الشعريه بقى ايه حسب المقدار اللي انت بتعمليه.
عاوزة اقول لكم انا الاكل اللي بيفيض مني بحطه في التلاجة من بالليل، تاني يوم قبل الفطار ب10 دقايق بطلع الاكل ويتسخن ونمشي بيه اليوم عادي يعني. مش لازم نعمل اكل كل يوم ونرمي اكل، لا حرام يعني. عشان انا يعني عن نفسي مش بعمل بالكميات، في ناس بتعاير بالكوبايه بتعمل كميات قليله، لا انا بعمل بالبركه مثلا. حبش ان انا اعمل كوبايه او اعمل حاجه ما اضمنش ممكن الضيف يدخل، ممكن حد يكون مثلا كده، فيكون عندي اكل ايه متوفر يعني، ما كنش عامله حاجات قليله. الاكل لما يتبقى احسن من حد يدخل مثلا عليا فجأة وما يكونش عندي اي حاجة اقدمها وكده يعني. عاوز اقول لكم على حاجة، يعني انا كنت قاعدة في امان الله امبارح، الفطار ده بتاع امبارح تمام. كنت قاعدة في امان الله وجي واحد يعني يعني عادي واحد، وكان معدي من قدام البيت بظروفها واشاء القدر واشاء ربنا لا عرفه ولا يعرفنا، وعزمت عليه انه جه فطر معانا، بس احنا كنا فطرنا وكنا صلينا والحمد لله ان كان عندي خير والحمد لله، وعزمنا عليه وشديناه والحمد لله جه وفطر وقعد فطر وخد واجبه ومشي، ولا يعرفنا ولا نعرفه. فيعني انا عشان كده دايما بحب اعمل اكل بزيادة، يعني انا مضمنش ظروفي ومضمنش مين اللي يكون جاي وكده، فلو ما بيتبقى عندي اكل بسيبه في التلاجة، تاني يوم بنفطر بيه عادي خالص مفيش اي مشكلة. عاوزه اقول لكم ان النهارده فطرنا نفس الاكل، الرز وكان فيه فراخ وشوربه وفاصوليا، وربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. عاوزه اقول لكم الرز لما سقيته بالشوربه، اللي بيقول لي شوربه الفراخ زفره او مش حلوه، لا على فكره حلوه جدا، اغسلي الفراخ كويس والشوربه بتاعتك هتبقى رايقه وهتبقى جميله ومش هيبقى فيها اي زفره خالص. يا رب تحطوا لي لايك للفيديو لو عجبكم، وربنا يرحم يا رب موتانا موتى المسلمين أجمعين، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.